السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث في هذه التفاسير بصيغة المذكر، ونفس التفسير للإناث، ولا يوجد تخصيص للمتزوجة والعزباء والأرملة والمطلق. رؤية حلمك صغير نمر تفسر على حسب سيناريو الحلم، ورؤيته في بيتك تفسر على مشاكل ما ستكون في بيتك أو أخبار سيئة. ورؤية حلمك شبل أسد حظك في يدك تفسر على ضرر نفسي سيصيبك بسبب شخص سيء، وكن حذرا من هذا الحلم. ورأيت حلمك أنك تدفع أسد بعصا وتصرخ وجاء شخص وأنقذك منه، تفسر على أنك ستكون في حال سيء بسبب مشاكل كبيرة وتريد التخلص منها، وسوف يساعدك شخص في التخلص منها، وقد تكون هذه المشاكل بسبب شخص سيء. هنا نصل نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.